محصورين في قالب بسيط جدا، وهو الدوري الليبي. من ياخذ الدوري الليبي؟ راه ما عندناش الطموح ان احنا نشاركوا افريقيا سواء على مستوى الانديه ولا على مستوى المنتخبات. لاحظ ان عادي خروج الانديه بشيء بسيط عادي جدا جدا، لكن دوري لا، لازم يصير عليه الضغط، وتصير المنافسه، وتصير الصرف، ويصير كل شيء لخاطر دوري محلي. لكن بالنسبه للمنافسه والمشاركه لا، حتى طلع اي فريق، طلع المنتخب، خلاص عادي نعاود نبني من جديد. تبع ليش هذا كله؟ ليش المصاريف هذا كلها؟ المصاريف اللي موجوده راهو اسمع، كدوله تدعم في الرياضه، تدعم في كره القدم خاصه، تدعم، لكن ما ترقبش يا ولكن لحظه بس سامحني بس. تو لما نتكلموا على المغرب واكاديمياتها والنظام اللي فيها، دوله المغرب غدوه تطلع من الدور الاول بس في افريقيا، مش ما تترشحش، تطلع من الدور الاول تشبح تقطيع الروس. ندوي على المناصب، ما ندويش تقطيع الروس، تشبح طيروا كلهم يطيروا، ما عادش يقعد حد، لا طقم فنيه، لا اداريه، لا مسؤول اكاديميه، لا مدير لعبه، ما فيش. خلاص انا صارف عليك واعطيك وجايب لك، خلاص ما تقدرش يجيبوا لك حد اجنبي يدير هالخلطه هذه، الاكله اللي مش قادرين احنا نديروها ونطلعوا زي الناس نوصلوا لكاس افريقيا. سامحني يا عبدو، انت اخذت مني حتى الكلمه والكلام اللي بنقوله انت قلت نصك. ان احنا لما نبدا موجوده عندي العصب اللي يتكلم عليه سيد عبد الرحيم اللي هو المال. اذا بعد العصب المال شو في العمل وطريقه العمل والخطط اللي بتضعها باش انك انت توصل للهدف نتاعك. الخطط احنا علاش قلت لك ان العمل نتاعنا عمل عشوائي، ما فيش خطه. السنه هذه ما ترشحناش، هاي نخدموا السنه الجايه، جيب مدرب اجنبي زي ما قال عادل. المدرب الاجنبي اللي بتجيبه وفق مش معايير معينه انت تدرس فيها ووفق دراسه معينه، لا مجرد عروض يا اصدقاء. خلينا نكون واضحين. يعني انت عندك شخص هو يستجلب لك المدربين باي طريقه ما بينك وبينه، تجيب مدرب بدون اي معايير، او بدون معايير للمدرب هذا. كيف انت تبي بالضبط من المرحله هذه الجايه، تمام؟ اذا بعدها تجي عمليه الرقابه. راهو سيلول كبيره يلزمها امكانيات كبيره، واحنا الجامعه فاس والفيدراسيون ما عندهاش باش تخلص اربيتر ولا باش تخلص طياره ولا باش تعطي، راهو باش تجيب جوال باش تخلصوا تذكره نتاع طياره. راهو تعرف معناها سيلول معناها يلزم ناس كومبيتون، ونقول لك يلزموا بالحق يقيموا لك في اوروبا الكل ولا في البلدان الكل. احنا قلنا جامعه فارسه. انا نمشي النظريه حسام، نمشي النظريه الاولى ان هي مع الناصر. علاش؟ خاطر احنا قاعدين في تونس نحلموا الناس الكل، مدربين ومحللين وصحافه وجمهور، ديما ناخذوا نحطوا ليكزامبل نتاع المغرب. ما نجموش نكونوا اليوم. اخر نقطه على الجمهور، اليوم الجمهور يعرف ويفهم ومش خصيص. اذا كان يلقى ماتير باهيه يتبعك، اذا كان يلقى كوره في التيران يجي يتفرج الجمهور. اليوم باش نربط بكلام مالك، مثلا الجمهور مترشحه تونس، علاش ما يجيش جمهور كما تعرف علاش ما يجيش؟ المغرب الاستاد محب يعني الناس تتفرج. نكمل لك معزز، نكمل لك. وقت اللي الجمهور ما يلقاش فما عدل ما عادش يجيك، ما يجيش. احنا جمهور نوادي، ما عندناش انتماء للمنتخب، انتماء للنوادي. اليوم قبيله شويه مالك قال قبل كان ليكيب ناسيونال يدخل معناها للمناطق الداخليه في تونس. اي انكور المناطق الداخليه في تونس مقسمه فيها شكون يحب الكلوب والاسبيرونس والإيطوال والسي اس اس. بالضبط. والله تو هكا وتفرج ما يمشيش قاعد يخمم في هذا الكل، ربطها هذه الكل ببعضها يا صادق باش تطلع قيمه هكا مش المتفرج. حتى السيبورتير ولا يفهموا كوره. ونزيدك اكثر من هكا، اكثر من قلتها من بكري ما كملتهاش. تو عامين 3 سنين كانت فما نوسيون تاع عدم اهتمام. يلعب منتخب يقول لك والله المنتخب لعب اليوم مش ما عملش. تو ولا فما تنبير ولا فما تمني باش تخسر تونس. هذاك لو بلو جراف، هذيك المشكله. انا نجي نتفرج نخسر مع القمور ونخسر مع غامبيا في تونس، ننقص تذكره ونعمل ديبلاسمون. اليوم كان جات ثم كوره وفرجه والله يمشيوا العباد، ما يمشيوش 50,000 يمشيوا 15 20,000. اما مشيت تمتع ويهز ولاده يتفرج في 4 5 بونتوات ويشيخ. اليوم تمشي الرات ما عادش تفرج على حتى بونت. المغرب قداش ماركات؟ 7 لا قداش عدد الاهداف؟ في 27 في 6 ماتشات. لا اكثر، 34 قبل 27 قبل هو 34 هدف في المغرب مسجل. وين تونس هذه؟ ايطاليا افريقيا اللي كنا نحكيو عليها، احنا كان عندنا شويه هذا اللي كنا وين هذا؟ كل مباراه قاعدين نقبلوا في الاخير الناس يا اخي جيب هذا كنا اللي نبيعوا فيه ونقولوا احنا رانا نعرفوا ان ندافعوا من تالي ونحطوا 3 بيفو واحنا نلعبوا كي تلاين على ايطاليا افريقيا وفي الاخر نجموا نركيو بونتو وانتهى الموضوع. كنت قلت نلعب مع اونفادير مع الجابون
ما نحكيوش خاطر على ما تخيلش فما بطوله في جزر القمر وملاعب وانفراستركتور وتجهيزات وتكوين شبان ما همش خير منا يا ناصر كيفاش خير منا بالله يا ناصر احنا النرجسيه ريتها علاش احنا قعدنا نوخروا احنا قعدنا نوخروا على خاطر النرجسيه نتاعنا عندهم زوز 3 لاعبين يلعبوا في اوروبا صحيح هذوما لعبنا لهم الكل كومور راهو فما برشا درجه ثالثه راهو فما سون كلوب وفما درجه رابعه معناها مستوى اللي طحنا له خايب برشا معناها معنا في البلاتو وتونس كل تسمع فيك دونك هيك كلمه باهي يعطيونا حلول سينو لو ديبا باش نحكيو على غضب في المغرب بسبب تصريحات قيس اليعقوبي. لو ديبا الفيديوهات نتاع الاذاعات الكل ونتاع التلفز الكل التونسيه ولات موجوده ديزيكستري حتى الكلام اللي قلنا احنا الولاده حتى الكلام اللي قلنا احنا في بلاتوات في المغرب يحكيو على تصريحاتنا وشنو قلنا وخاصه كانت كيف احنا نتفرجوا فيهم ويتفرجوا فينا راهو كيف يتفاعلوا معنا الامانه قزمنا رواحنا بما قاعد يتقال في بعض البلاتوات او حتى عند بعض المدربين او حتى اللي قالوا قيس راهو قزمنا كتوانسه للامانه لانه نسينا شنو نحن عملنا وقدمنا للناس قاعدين نسوقوا في الناس شنو قاعدين يعملوا نحكي هكايا ونسوق روحي هك من بعدين نحكي على مشاكل نحكيها الداخل اليوم كانوا قيس مش نلوم عليه هنا من حقه ممكن يبرر في بعض الامور او ضغط النتيجه او الهزيمه خلته يقول هكاكا. تصريح قيس اليعقوبي اللي اثار الجدل حول الملاعبيه انه يستقطبوا مع المغرب كما نقولوا احنا بلغتنا العامه بالفلوس، الشيء اللي اثار غضب وحفيظه المغاربه اعتبروا ان الموضوع هذا مش موجود، وفما اصلا تصريح من مدرب الحراس اللي لعب مع قيس اليعقوبي يعني نحكي عليه هو كان حكى قال يعني عمري قال انا عمري ما حكيت معاه على موضوع هذا. أول شيء ما كاروش قيس حكى على أشقائنا ولا على كل واحد يحكي على بلاده وعلى كورته وعلى حاجة اللي تخصه. كل واحد شنو يعمل هو حر في سياسته حر ما عندناش علاش احنا عندنا كونفيرونس دو بريس نتاع ماتش تونس وغامبيا اكزاكتومون واش دخلنا في المغرب واش دخلنا كل واحد حر ونقول واحد ما يسالش نمشي ونقول لا غالب ستريس بريسيون حب يفسر حاجه حب يفسر ما نجموش نجيبوا جوارات وقت غش وقت واحد ما كاروش اما توا الموضوع حسين بالله سامحني جوست كلمه نتفاعل معك ما تنساش راهو بالكلام نتاعو مثل الملاعبيه اللي جبناهم مثل الصخيري مثل العيدوني مثل العاشوري مثل حنابعل مثل الميزوني مثل الناس الكل كانكم انتم درجه ثالثه ورابعه بارابور اوز اوتر الناس ما تقراش راهي شوف الرساله الاعلاميه رساله مشفره لازم تكترها وتحللها. هو الموضوع يخص توا موضوع ولا اعمق من جواراتنا توا دخلنا احنا في علاقتنا مع بلدان اخرين مع اشقاء مع اخوات. شوف كان نعرفش هو اكيد حاتم تنجم ترجع انت بالفيديوهات نتاع مناول حكينا فيه الموضوع قبل وانا كان رايي واضح وثم شكون كان مختلف معايا وكل واحد حر. انا بالنسبه لي بلداننا وموا اخواتنا الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والبلدان هذوما اللي دايرين بينا الموضوع منه ما ثماش من الناحيه الماديه على اساس على معرفتي وعلى خلطي وعلاقتي مع تقريبا كل الجنسيات في الباهين معناها تجبد وتحكيها في الموضوع فماش فلوس بالنسبه لي انا على كلامهم ما نكلمش واحد الموضوع وانا صراحه رايي بغير حتى ما قالوه لي ما نتصوروش على خاطر كان واحد يوصل يجيب لاعب بالفلوس للمنتخب الوطني نتاعو شنو باش تكسب منه؟ جايك مو باش ياخذ فلوس كي يجي ولا يخدم ماخذيهم ولا الفلوس بعد ما باش يعطيك حتى شيء مادام جاي من غير وطنيه صحيح ومن غير روح ومن غير حب لك البلاد اللي حتى كان ما عادش فيها. ونعطيك مثال انا مثال مو واضح بالنسبه لنا المثال اكثر مثال تنجم تحطه واكيد خالد والدكتور يعرفوا هو مثال حكيم زياش. حكيم زياش مولود في هولندا ويتكلم كان هولندي ولا يتكلم حتى شيء. جاه ماركو فان باستن تقول ماركو فان باستن ماركو فان باستن مدرب المنتخب الهولندي قال له باش تكون انت كان مش النجم الاول واحد من ابرز نجوم المنتخب الاول. شنو جاوبوا حكيم زياش؟ قالوا صحيح انا تولدت في هولندا وعشت في هولندا ونتكلم في هولندي ومنتخب هولندا يمكن يهزني لبعيد لبلاص اخرى. قالوا مي انا في الداخل نحس في روحي مغربي. دونك انا بالنسبه لي انا قيس صاحب وصديق وزميل وعشرة ملاعب ولد حبنتي زلت لسان في وقت بريسيون وقت جينا بالصواب الصواب وكان تمسوا اخواننا على الاقل احنا كرياضيين نعتذروا منهم. راهو انتوما معناها اخوات ماناش تنافس في الملعب على 90 دقيقه واحد. وراهو انا متاكد اللي قيس يبرد شويه
ويخرج ويقول راني انا ممكن زلة لسان، اما راهو عندنا ثقه فيكم ونعرفوا اللي راهو كل واحد مثل بلد نتاعو، راهو عنده وطنيه وراهو يحب البلد هذيك. انا ما نحب والله ساعات نقول ندخل روحي في اللي ما يدخلش والله ما بربي يكون اصغر منكم ولا اكبر منكم ولا هو بربي اللاعبين ولا المدربين ولا اللي هو نخليه وإحنا راهو اليد في اليد. ليك نور صحيت. بربي راهو مش باهي ان راهو نجبدوا بعضنا ولا ندخلوا في بعضنا ولا نقعدوا نجاوبوا على بعضنا. ان شاء الله يا ربي. راهو شوف المدرب يدرب وباش يغلط وباش ينجح. المحلل من حقه شو خدمته هو هنا؟ يخلص عليش ولا قاعد هنا باش يعطي، مش معناها راهو رايه وذيك الحقيقه باش يعطي رايه. نجم نعطيك انا راي ورايك انت مش مقتنع به. شكون اللي يقرر؟ ما هو باش يختار اللي يحب هو. اسمع الراي انت، كان ثم راي عجبك ولا مقنع اعمل به، ما عجبكش اما بربي ان شاء الله. ونداء كاخو حتى على سمير وقيس ولاد الدار واحده مثال تبرد الامور وان شاء الله تتفضل الامور. راو في الاخر راو ما لقاو كان بعضنا وليتيك باش نعرف بالعربي الأخلاقيات يلزمنا نقفوا مع بعضنا ما نجبدوش بعضنا على الموضوع الشخصي. في الكوره نعطي رايي واعطي رايك وانت اما في الاخر نقعدوا اليد في اليد، خاطر هذاك اللي تعمل قوتنا. 31 328 330 بعد شويه نتلقى